اهلا بيكم في حلقه جديده من رحله استكشافي للسينما المصريه. فيلمنا النهارده من اهم الافلام اللي انا بسمع عنها من قديم الازل، وهو فيلم الارهاب والكباب. اخراج شريف عرفة، كتابه وحيد حامد، بطوله عادل امام، يسرا، ماجدة زكي، علاء ولي الدين، واحمد راتب. بس قبل ما ابدا اتكلم عن الفيلم، حابه بس اقول ان السينما المصريه ملهاش كونتنت على اليوتيوب خالص. بجد يعني انا بعد ما بشوف الفيلم بحس ان انا ما عنديش اي حد اتناقش معاه، لان نسبة الكونتنت اللي بتتكلم عن الافلام المصرية الايكونيك بجد تكاد تنعدم، واللي موجود منها موجود بسيط جدا. ودي حاجة لفتت انتباهي، لان بجد كل ما بتعمق اكتر في السينما المصرية بعرف انها سينما مليانة ومحتاجة دراسة ومحتاجة ان الناس تسلط عليها بعض الاضواء. ففيلمنا اللي فات اللي انا اتكلمت عليه اللي هو خلي بالك من زوزو، يكاد يكون عليه زيرو فيديوز على اليوتيوب بتتكلم عليه. مفيش حد بيبدي رأيه، مفيش حد بيتكلم عن الحاجات اللي عجبته، مفيش حد بيتكلم عن الفيلم خالص. فانا مبسوطه ان بشكل ما انا بشارك ان انا احط كونتنت على اليوتيوب ليه علاقه بالسينما المصريه، لان هي فعلا مليانه، والسينما محتاجه حد يقعد يتكلم عليها، ومحتاجه الناس تقعد تتناقش مع بعض. فيلمنا النهارده فيلم الارهاب والكباب. انا كنت قلقانه شويه اني اخش اتفرج عليه، لان انا فهمت ان هو التون بتاعه مش شبه الافلام اللي انا اتفرجت عليها لحد دلوقتي. ودي تاني ظهور لعادل امام، وانا كنت عارفه وناس كتير قالت لي ان فيلم الحريف مش شبه حاجات عادل امام قوي، وان فيلم الارهاب والكباب اقرب للي عادل امام بيعمله. انا كنت عارفه حاجه بسيطه جدا عن الارهاب والكباب، وهو عن حد هيبقى فيه اعتصام في مبنى التحرير، وما كنتش اعرف تصاعد الاحداث هتوصلنا للمشكله دي ازاي. ولكن انا انبهرت من فيلم الارهاب والكباب. انا قضيت ساعتين من امتع ما يكون. فيلم الارهاب والكباب بيتابع احمد، وطبعا اسم احمد اختياره هو ان هو بيمثل من اكتر الاسماء انتشارا في الشعب المصري، فالاسم جينيريك جدا. احمد راجل مصري اصيل، بيشتغل صبح وليل عشان يحاول ان هو يواكب مع المصاريف بتاعت عيلته. متجوز وعنده طفلين، ومديره مطلع عينه، وهو بيحاول يعمل اوراق حكومية، وعياله بتشتكي من ايه وهو بيحاول يساعدهم. ما عندوش وقت ان هو يقعد يتناقش مع مراته او يعرف عنها اي حاجة، لانها برضو هي شغالة عشان تصرف على البيت عشان البيت يمشي. ومن اوائل المشاهد اللي في الفيلم مشهد لعادل امام بيركب الاتوبيس، وبيبقى فيه مونولوج عظيم لواحد من الركاب اللي مستاء وبيعبر عن غضبه، وبجد المونولوج ده مكتوب بذكاء شديد جدا. طب ما فيش حاجة هترخص؟ حاجات كتيرة هترخص وتبقى بسعر التراب. أنا وأنت والأستاذ وحضراتهم أجمعين. وسع يا سيدي يا جبنة، يا اللي صوتكم ما يعلاش إلا في الفرقة، خليكم في اللي انتوا فيه. واكتر حاجه بهرتني في فيلم الارهاب والكباب هو ان هو اتعمل. ففيلم الارهاب والكباب ما اعتقدش ان هو هيجي زيه تاني. ده تاني ظهور لعادل امام في رحله استكشافي للسينما المصريه. شخصيته النهارده مختلفه تماما عن شخصيه فارس في الحريف. فشخصية أحمد في الإرهاب والكباب شخصية فكاهية، وشخصية مرت بحاجات كتيرة قوي، وشخصية كده ليها حضور وثورجي، على عكس فارس اللي هو كان عايز ينعزل ويقعد لوحده ويحل مشاكله كده على جنب بهدوء. أول 30 دقيقة في الفيلم كده احنا بنشوف حياة أحمد الروتينية جدا جدا جدا، وبنحاول نفهم هو ازاي بني آدم طبيعي قوي. فبنشوف مشاهد ليه مع مراته، مشاهد ليه مع ولاده، مشاهد ليه في الشغل، ولكن كل اللي احنا عارفينه ان هو عنده كويست ان هو يروح يغير اوراق مدرسة عياله عشان هم بيرجعوا تعبانين، عشان المدرسة دي بعيدة عن المكان اللي هم عايشين فيه. وهنا فعلا بيبدأ الفيلم ان هو يبقى مميز جدا جدا جدا. اول ما بيدخل المبنى اول مرة خالص بيبدأ الذكاء اللي في الكتابة والحس الفكاهي والكتابة المضحكة جدا تبان في المشاهد دي. فبيدخل احمد عادي جدا المبنى، وبيكون بيدور عن المكتب اللي يقدر ان هو يحول فيه الورق بتاع عياله. فبيخش المكتب بيلاقي نماذج للموظفين المصريين الاصليين اللي مش عايزين يشتغلوا، فاللي بترغي في التليفون، واللي بيتهرب بالصلاة، واللي اصلا مش قاعد على المكتب نهائيا، واصلا اللي جدع هو اللي يوصل للمكان اللي يقدر ان هو يخلص فيه ورقه في المبنى ده، لان كمية الناس اللي موجودة جوه المبنى جنان. فلما موضوع الورق بتاعه بيتعصلك مرة واتنين وتلاتة، فبيبدأ أحمد ان هو يتعصب، وهو بيتعصب لان هو عمل كل اللي عليه. بيروح كل يوم بيستأذن من الشغل، وده عامل له مشاكل. راح اماكن غريبة قوي يدور فيها على استاذ مدحت اللي هو عمال يتهرب من الشغل. ومدحت اصلا شخصيته هي مش شخصية، هو رمز
رمز للحاجة اللي الإنسان بيجري ورا الفناء. كل ده على الفاضي، مفيش مدحت، مفيش حاجة هتخلص. هو اللا شيء، الجري ورا اللا شيء ده بيضيع وقت وبيخلي الحياة تمشي والدنيا تعدي ورتم الحياة بيبقى أسرع. فهنا كان أكبر سؤال عندي، ازاي احمد المسالم اللي ما عندوش اي مشاكل مع اي حاجة ولا بيبدي رأيه في اي حاجة هيتحول لبني ادم عنيف ويعمل اعتصام جوه مبنى التحرير؟ وهنا التصاعد الدرامي كان ممتاز، انا بجد انبهرت. ما هو اولا كان عندي اسئلة كتيرة، هو ايه اللي وصله لده؟ ازاي هياخد سلاح وازاي هيحافظ على وجود الناس دي جوه المكان ده للوقت ده كله؟ اولا انا اتعصبت له، وثانيا لان هو لما بدأ خناق مع الراجل اللي هو كان عمال يصلي كان من غلبه، لان الراجل خد جملة صغيرة قوي وعمل منها حوار والموضوع كبر وبدأ ان هو يتهمه اتهامات هو مش هو. وفي اللحظة دي بدأ حراس المبنى ان هم يتدخلوا بالسلاح، فاحمد لقى نفسه بيدافع عن نفسه وبطريقة تلقائية السلاح بقى في ايده، ودلوقتي هو تحول من بني ادم طبيعي الى بني ادم خطر ومجرم في عيون الناس اللي حواليه. نقف هنا ثانية ونروح نتكلم على قصة صغيرة تانية كانت بتتحكي في الوقت ده كله، وهي قصة هلال اللي هو اشرف عبد الباقي. وهو قصة عسكري مكتب بسيط المدير بتاعه بيستخدمه كمساحة، كل ما يجي يروح مبهدله وشتمه ومزعقله وبيتهمه أوحش الاتهامات، وهو كل اللي عليه يعمله ان هو يسكت خالص ويقبل الظلم علشان الوقت يعدي وعشان يقدر ان هو يمشي من كل الكلام ده. وده واحد عنده برضو غضب وكبت، وهو دي الناس اللي هيعملوا الويرد جانج مع عادل امام. فاحنا زي ما حكينا قصة احمد، حكينا قصة هلال، وحكينا قصة يسرى، وحكينا قصة احمد راتب اللي هو الراجل اللي بيمسح الجزم. فكل كاركتر من الكاركترز دي عندهم الغضب المكمون وعندهم الكبت، والمجتمع نظر لهم نظرة معينة. فالناس بصة للراجل بتاع الجزم بص التدني، وبصة ليسرى ببص التقزز، بصة لاحمد ان هو انسان فقير ومش هيعرف يجيب حقه، وبصة لهلال ان هو انسان ذليل ومش عارف يجيب حقه. فكل دول امثلة للقمع وللسلطة المفرطة. ولما واحد بس قرر ان هو يفتح بقه ويقف ضد الناس دي حتى ولو بالصدفة، حتى لو هو مضطر يتحط في اللحظة دي، لقى كذا واحد طلع له out of nowhere بيقول له انا كمان معاك. فسوء التفاهم ده او النكتة الكبيرة جدا الدارك هيومر ده بدأت كبذرة صغيرة وقلبت بجنان رسمي. ففي امثله مضحكه قوي لازاي الشعب المصري متبرمج على حاجات معينه. يعني بعد ما هم خلاص بقى تحت الحصار والموضوع كبر وفي تدخل من الشرطه وتدخل من الحكومه، تيجي انعام سالوسة تقولك انا خدت اذن انصراف بدري، انا لازم امشي. او الراجل اللي هو كان عايز يطلع بريك في النص ده، كان الناس مش بتستوعب اللي بيحصل حواليه. هو من كتر ما بتبرمج ومن كتر ما الحياه روتينيه هو مش فاهم ان اللي بيحصل ده تغيير عن العادي. وهنا القصة بتقلب سوداوية جدا وبتقلب دارك هيومر، لان احمد والناس اللي معاه اتحطوا في مشكلة من وجهة نظري ملهاش حل خلاص. او ده اللي انا كنت فاكراه وانا بتفرج في نص الفيلم. انا قلت الموضوع كبير جدا، الناس دي هتموت، ولكن هم بيبدأوا يستغلوا المواقف اللي هم فيها بذكاء. وكل الناس اللي هتتحط جوه المجمع هيبقوا فاهمين مع الوقت ان احمد مش ارهابي، وان احمد اكشلي بني ادم زيهم زيه، وان هو كل مطالبه شبه مطالبهم. ايوه بقى اللي هو ايه مطالبهم؟ لان لما قصة الفيلم بتتصاعد قوي وبيبدأ تدخل من الحكومة، بيبدأ ان هو يتسأل لهم اسئلة، طب انتوا عايزين ايه؟ عايزين ننفذ ايه؟ في الاول بياخدوا الموضوع بطريقة حيوانية شوية او على الفطرة، اللي هو اول حاجه احنا عايزينها ان احنا ناكل، اكلونا. فبيلاقي نفسهم ان هو اول طلب ليهم ان احنا عايزين ناكل كباب وكفته ونشبع كده. على قد ما الفكره دي مضحكه وبسيطه، على قد ما هي في منتهى الذكاء. لان احنا لو فكرنا في الموضوع، الانسان لو جردنا بقى من كل حاجه من الحاجات اللي هو عمال يجري وراها دي، هو عايز ايه من الحياه؟ عايز ياكل. ليه ياكل؟ عشان يعيش. في ABC حياه هو الاكل. وبسبب ان الناس اللي جوه المحبوسه دي كانت جعانه قوي، ما كانش في حد عارف يترست حد، هم كانوا محتاجين اكله كويسه الاول. فلما بيجي لهم الكباب وبياكلوه، بيبدا كل واحد بقى ايه، يهدى كده ويقعد كده يفكر احنا هنعمل ايه في الحوار ده. ولما بيتعرض عليهم انتوا فعلا يا جماعه مطالبكم ايه، انتوا عايزين ايه، هنا معنى الفيلم بيظهر، وهو ان هم لما اتطلب منهم يا جماعه انتوا قدامكم فرصه تحلموا باي حاجه، اطلبوا اي حاجة الحكومة هتنفذها. في اللحظة دي مفيش حد عارف هو عايز يطلب ايه. حتى احمد اللي هو كان جاي عشان حاجة اكشلي نسى الحاجة دي
هو مش عارف، هو محدش عارف هو عايز ايه، من كتر ما هو في الطاحونة ومن كتر ما هو عمال مطحون في الروتين ومطحون في الهبل، في البصمة والمديرين وهو وراه ايه والتاسك ايه. هو اكشلي ما قعدش مع نفسه يفكر انا بعمل كل ده ليه. فلما اتقال لهم ايه مطالبكم، محدش اتجرأ يحلم، محدش حتى قعد مع نفسه في مرة كده قال يا انا عايزة ايه من الدنيا، ولا احنا عايزين ايه، ولا احنا بنسعى كل ده لايه. الناس ما عندهاش جرأة الحلم، جرأة ان انا اعوز حاجة. ما قعدتش مع نفسي، حتى لو ما حدش سمعني، حتى ما قعدوش مع نفسهم يفكروا في الموضوع. كله بيدعي الفضيلة وكله بيدعي ان هو وراه حاجات وان هو بيسعى في الارض وان هو مشغول وان هو بيشتغل شغلانة واتنين وتلاتة، بس ما حدش عارف هو مطحون الطحن ده كله ليه. ولما لقوا نفسهم ان هم اتحصروا في فكرة ان احنا هنطلب ادوية للست اللي عيانة، اكتشفوا فعلا ان هم اوبشن ان هم يحلموا، واوبشن ان هم يسعوا الحاجة او يفهموا نفسهم بايظ، مش موجود عندهم. فهم كل يوم لما يصحوا الصبح يشتغلوا شغلانتين، وبعدين في يوم الاجازه يروحوا يدوروا على استاذ مدحت ويركبوا الاتوبيس، ويروح لمراته اللي بتزعق، ويروح لعياله اللي مش عندهمش لغه حوار معاه. كل ده مش بيلفت نظرهم لحاجه، كل ده مش بيخليهم يحلموا، لان الحياه رتمها سريع قوي. وده بيسلط ضوء على قد ايه الورك لايف دي حاجه صعبه جدا، لان بجد الانسان بيرهق قوي. ولو فكرة كمان لو هو بيشتغل شغلانتين، فانت جردت نفسك وجردت شخصيتك من اي حاجة بتخليك بني ادم. انت لا عندك لا قدرة ولا وقت ولا صحة انك تحلم، يبقى عندك هواية تفكر في ايه المشاكل اللي في حياتك، تفكر ازاي اطور من نفسي، ازاي اطور من علاقتي مع مراتي، ازاي اطور من علاقتي مع ولادي. مفيش وقت بني ادم اصلا بيصارع كل يوم ان هو يبقى عنده enough صحة ان يصحى الصبح بس يدلق نفسه عشان يروح، عشان يرجع تاني، عشان الدنيا تمشي، وهكذا بقى الحياة. بجد كان مشهد من اكتر المشاهد الحزينة لما قعد يقول يا جماعة مش بعد كل اللي احنا عاملينه ده مش هنطلب حاجة، هنطلب علبة الادوية. لان بجد الراجل ده عرض حياته للخطر ومر بأسوأ تجربة ممكنة على لا شيء، على لا شيء. الناس مكسلة تحلم. ونهاية فيلم الارهاب والكباب اخر ربع ساعة من احلى الحاجات اللي انا شفتها بجد والله. فلما كله طلع من مجمع التحرير والصحافه بتساله هو انت شفت الراجل المجنون المعتوه اللي جوه، فيقولوا هو لا طويل ولا قصير، لا تخين ولا رفيع، لا اسمر ولا ابيضاني. وهنا هو بيمثل الشخص المصري الطبيعي. وبالرغم من كل الناس السلبيه اللي كانت موجوده جوه، محدش بلغ عنه وكله كان في حمايه بعضه، ومحدش بلغ عن احمد. وهو ده الجليمس اوف لايت او بصيص الامل اللي موجود في اخر الفيلم. هو ان هو مهما ضاق الامور ومهما ضاقت الدنيا، ما زلنا على الاقل لو عندنا فرصه نساعد بعض ممكن نساعد بعض. وبصت عادل امام تاني لمجمع التحرير في اخر لقطه خالص، وبصته كده للكاميرا وهو بيبريك الفورث وول، بجد بصه انتصاريه. لان حتى ولو لبعض الساعات فقط، احمد ده كان في كامل حريته، وكان في كامل قوته، وكان في كامل سلطته. ودي لحظة هو عمره ما هيوصلها تاني، لان سهل قوي ان الحياة تبلعنا وسط الروتين، وان احنا ما يبقاش عندنا وقت ان احنا نبروسس اي حاجة احنا بنمر بيها. فانت كراجل مصري اصيل مطلوب منك ان انت تشتغل وتتجوز وتربي وتحافظ على صلتك باهلك وصلتك بمراتك وصلتك بعيالك، وتبقى ناجح في شغلك ويبقى عندك بيت وعربية وتأمن مستقبل عيالك، وتبقى مسؤول ويبقى عندك هواياتك، ويبقى انت محافظ على جسمك ومحافظ على شكلك ومحافظ على اكلك. ايه كل ده سهل قوي ان الواحد يكسل، سهل قوي ان الواحد ينغمس في الحياة ويشوف بقى الدنيا هي اللي بتمشيه مش هو اللي يمشيها. بجد انا مبهورة بكم الذكاء في الكتابة، الذكاء في التمثيل، الذكاء في الاخراج. مزيكا مودي الامام مزيكا خطيرة خطيرة خطيرة. وكمال الشناوي كوزير الداخلية كان ليه شوية مشاهد عبقرية. المشهد اللي هو اقتحم فيها المكان وقلع الجاكيت وفضل ان هو يقول المونولوج بتاعه ده
خرافة، ده مشهد خرافي. واصلا اختيار مجمع التحرير اللي هو المكان اللي بيضم جميع الطبقات مهما انت بقى مين بقى، ولا انت ايه مكانتك في المجتمع ولا اي انت هتروح وهتضطر انك تروح تخلص ورق هناك. فهو في جميع طبقات الشعب، الراجل السلبي اللي هو عادل امام، العسكري اللي هو اشرف عبد الباقي، الراجل النوبي اللي كان عنده عقدة الخواجة اللي هو في امريكا والدول المتقدمة، والست المصرية الاصيلة اللي عمالة ترغي وتعمل في كوسة ومحشي على المكتب. وحتى وجود علاء ولي الدين من الرغم من هو التون بتاعه مش شبه تون الفيلم، على قد ما هو كان اديشن وكان بيكسر الدارك هيومر بتاع الفيلم. وتعالوا بقى ننتقل لفكرة الدارك هيومر، لان انا لما فكرت في الموضوع اكتشفت ان السينما المصرية ما فيهاش افلام دارك هيومر كتيرة قوي، بالرغم من ان احنا كمصريين حياتنا اليومية مليانة دارك هيومر. والله فكروا فيها، كل يوم اتليست بتشوف مشهد او 2 عبثي مضحك جدا ولكن مخيف جدا او خطر جدا. وبالرغم من ان دي حياتنا اليومية وان احنا فعلا عندنا دارك هيومر يوميا، ولكن ما عندناش افلام كتيرة عن الدارك هيومر. تمثيل عادل امام في الفيلم ده خرافة. فهو بني ادم مش بس فاهم دوره قوي، ولكن هو عارف ان يخلي كل بني ادم من الشعب المصري ريليت للشخصية دي. فهو عامل زي اللوحة الفاضية، اللوحة اللي هي بترمز لكل حاجة. فهو زي الوصف اللي هو وصفه في اخر الفيلم، هو لا طويل ولا قصير، لا اسمر ولا بيضاني، لا تخين ولا رفيع، هو راجل مصري اصيل. انا ماليش مطالب. لو عندكم اي فيلم تحبوا ان انتوا ترشحوهولي فانا هتفرج عليه وهنتكلم مع بعض عليه، اكتبولي تحت في الكومنتس، واشوفكم في حلقة جديدة. باي باي.